انه الامتحان يجري على مراحل مختلفه، فيه مراحل صارت منذ شهر ابريل، فيه مراحل اخرى بصدد الاجراء الان، وفيه مراحل ثالثه باش تبدا ان شاء الله في بدايه جوان. تقريبا هذا الاطار العام لندوتنا الصحفيه هذه، نحاول ان نمدكم من خلال العرض اللي باش نقدموه توا ببعض المعطيات اللي تهم كل الامتحانات هذه. ديما نتحدث على مجموعه من المعطيات ومجموعه من الارقام اللي تهمنا في مستوى ولايه المنوبه، لان المعطيات هذه تهمنا على المستوى الجهوي. قبل ما نتعدى الحديث على الارقام هذا، لابد ان نؤكد ان الامتحانات هذه، باعتبار اننا في بدايه الندوه تحدثت على ان الامتحانات هذه تعنينا الكل، فبالضروره تنسيقنا كان مع كل الاطراف في الموضوع هذا. تنسيقنا كان مع السلطه الجهويه ممثله في سيد الوالي الجهه على المستوى المعتمد، وان شاء الله بقيه الامتحانات تتواصل بنفس النسق، لانه ربما بالنسبه لهذه السنه على الاقل في البكالوريا في جزءها الاول باش يكونوا باش يكون قبل رمضان، الجزء الثاني اللي ينطلق نهار 6 جوان باش يكون في رمضان، يعني المجهود باش يكون مضاعف بالنسبه لنا الكل. وبالطبيعه ما نستغربش من كل المتداخلين في الشان هذا ان الناس الكل تكون مجنده لنجاح هذه الامتحانات، واحنا على ذمتكم بالطبيعه بعد المعطيات هذه في كل ما يمكن ان يجري اختبارات كتابيه نتاعهم في 16 مركز، اختبارات كتابيه موزعه على كل معتمديات الولايه. الاختبارات هذه تحتاج بالطبيعه الى اصلاح، وبالنسبه لنا في ولايه منوبه على غرار بقيه السنوات عندنا مركز اصلاح للبكالوريا، والمركز الاصلاح هذا هو في المدرسه العدديه النموذجيه لمنوبه. الامتحان الثاني اللي احنا بصدد الحديث عليه هو امتحان شهاده خدمه التعليم الاساسي. نتحدث على التعليم الاساسي كما ذكرت منذ قليل بنوعين، العام والتقني. المترشحين المنتمين لمؤسسات عموميه في امتحان شهاده خدمه التعليم الاساسي هما 1085 مترشح ينتمون الى. شكرا، مرحبا. الندوه هذه تتنزل في اطار الاستعداد للامتحانات الوطنيه واطلاع الراي العام على كل ما تم بالنسبه للامتحانات الوطنيه على مستوى ولايه منوبه. حبينا كل من يهمه شأن التربوي سواء في الولايه ولا في بقيه الجهات يعرف ما تم انجازه على المستوى اللوجستي وغيره، كيف على مستوى الامتحانات اللي بدات شنو اللي صار، وين وصلنا في الامتحانات هذه، مع التاكيد على انه بالنسبه لنا الامتحانات انطلقت منذ ابريل، لانه في ابريل احنا اجرينا اختبارات التربيه البدنيه، بدينا في الاختبارات التطبيقيه منذ بدايه شهر ماي، يعني توا احنا في الجزء الثاني بعد ما اجرينا الاختبارات التطبيقيه، احنا بصدد اجراء بعد ما اجرينا الاختبارات التربيه البدنيه احنا بصدد اجراء الاختبارات التطبيقيه، وان شاء الله نهار 1 جوان نكونوا على موعد مع انطلاق الدوره الرئيسيه للامتحان. 5 حالات والعدد بالمقارنه مع الدورات السابقه تقريبا قد للربع، يعني كل ديما نلقاو 15 20 حاله، فما نقولوش حالات غش، هي محاولات غش ولا اشتباه في محاوله غش، خاطر التقارير الساده المراقبين هي التي تؤدي الى فتح تحقيق وبحث الغرض، ومن بعد ثم لجان خاصه تقوم بالبحث والتحري في التقارير الساده المراقبين، وحتى في وسائل الغش اللي تم مسكها وايداعها مع ورق التحرير والتنميذ الذي حاول الغش او المترشح، عملوا كانت 5 حالات. معلم حمدي رئيس مصلحة الامتحانات المدرسية بالنسبة لامتحان البكالوريا وامتحان التاسعة وامتحان السادسة، يعني مناظرة دخول المدرسة الإعدادية النموذجية. نشرف على 3 امتحانات وطنية هذه بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة. بالنسبة للسؤال متاعك اللي يتعلق بكيفية التصدي لظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية، انطلقت الإدارة العامة للامتحانات منذ دورة 2015 في توفير أجهزة للتصدي للغش الإلكتروني. الأجهزة هذه دورها يتمثل في التشويش على الذبذبات، يعني يولي ما عادش فما ريزو في مركز الاختبارات الكتابية. نحن عم ناول على 16 مركز اختبارات كتابية، تم تمكيننا من 13 جهاز، تم تركيز الأجهزة هذه يوميا في كل حصة. الأجهزة هذه كانت تغطي جزء من المركز خاصة بشعاب معينة حسب إحصائيات الإدارة العامة، يعني لاحظوا لي ثم محاولات غش في شعاب معينة، ركزوا على الشعاب هذه.
سنة في إطار تدعيم التجربة، وكانت تجربة ناجحة خاطر تم الحد من ظاهرة الغش بصفة كبيرة، يعني الأرقام انخفضت برشا. تم تدعيم الأجهزة هذه بأجهزة أكثر تطور وتعميمها على جميع المراكز وعلى جميع الشعب. يعني أصبح الجهاز اللي باش يتم تركيزه باش يغطي مركز اختبارات بكله، دونك ما عادش باش يولي فما ريزو في أي مركز اختبارات كتابية باش ما تكونش ثم محاولات ناجحة للغش الإلكتروني. مع أنه ثم مراقبين يحرصوا على عدم استعمال الهاتف الجوي، على حفظ الأدباش في مكان آمن قبل دخول قاعات الاختبارات، دونك نخصوا لهم فضاء خاص وعون خاص يحط لهم معناها أسمائهم والأرقام نتاعهم ويحفظ لهم أدباشهم.